يا هلا يا هلا، أهلا بيكم في محطة جديدة من رحلتنا، إن احنا نستكشف أكتر عن حياتنا، عن أفكارنا، الاختيارات اللي احنا اخترناها من واحنا صغيرين لحد اللحظة ديت. الرحلة دي ممكن تبقى رحلة لطيفة وفيها بهجة وفيها استمتاع حقيقي، بس كل ما بنسيب إيدينا ونستسلم بتسليم مش بملل أو بزهق أو أنا هعمل إيه. هي الحياة كده، ده حاجة غصب عني. بالعكس، كل ما أفتح قلبي إن أنا أتقبل اللي بيحصل لي بسهولة وبيسر، كل ما الحياة بيبقى ليها طعم أحلى بكتير. وده بيجي تحت المسمى اللي هنتكلم عنه النهارده، هو خروجنا من المنطقة المألوفة، الكومفورت زون. والمقاومة اللي بتحصل لنا، سواء المقاومة دي بتبقى داخلية جاية في هيئة خوف من وحدة، خوف من فشل، خوف من انتقاد، أو ساعات خوف من أن أنا ألوس كنترول حاجة أنا عارفاها كويس جدا، مخي متعود عليها بيعملها وفجأة بتتغير من تحت دية، فبحس إيه ده، هو إيه الوضع. أو ساعات المقاومة دي بتبقى مقاومة من ناس بره، من البيئة اللي حواليا. وكتير جدا مع الأسف تبقى المقاومة دي من أقرب الناس ليا، من أهلي، الأقرب سيركل ليا، من أصحابي. محدش بيتقبل بسهولة إنه يشوفك بشكل جديد، بفكر جديد، بمايند سيت مختلفة. النهاردة مع ريهام ومع جيجي هنتكلم أكتر عن المقاومة دي، إزاي أثرت فينا في رحلتنا مع التغيير. هل كانت بتعطلنا؟ هل كانت بتوقفنا كتير؟ وإزاي إحنا تعاملنا معاها، وممكن نكون في أوقات تغلبنا عليها، أو في مواقف كتيرة في حياتنا حتى هذه اللحظة إحنا مش قادرين هنتغلب عليها. أهلا جيجي. هاي روما. هاي ريري. هاي روما. هسيب لكم السؤال، هل فاكرين لحظة كنتوا فيها آه بتحاولوا تغيروا حاجة أو تطلعوا من الكومفورت زون؟ إحساسكم وقت ما انتوا بتطلعوا في الكومفورت زون دي، لو انت شايفة دلوقتي على الصورة من بعيد، كنت حاسة ايه؟ ايه الصوت اللي كان جوايا ميبي اللي كان بيقول لي امشي؟ كان فيه خوف أو لأ ما كانش فيه خوف؟ يعني كل واحد يكلمني أكتر عن شعوره. فنبتدي بجيجي. طيب، التغيير مبدئيا هو الواحد عرف ان هو سنة الحياة، انه التغيير ضروري، ان لما الدنيا بتبقى ماشية برتابة معينة وبتون معين احنا ماشيين ضد الطبيعة. قرار التشينج وان احنا نتغير وان احنا ناخد خطوات مختلفة في حياتنا بعد ما ابتدينا نكتشف انه في حاجات واقفة، انه احنا بنتمنى حياة غير الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، ان احنا بنقابل بعض السات باكس او المواقف اللي بتخلينا نفكر في حاجات كتير. طبعا كان في كتير من المروح والمجي الداخلي، صراع داخلي، وممكن يكون اللي حوالينا احيانا مش فاهمين احنا بنعمل ايه وبناخد خطوات عشان ايه. ما انتي كويسة زي ما انتي، طب ما انتي ناجحة وعندك شغلك وعندك حالك، ليه فجأة قررتي ان انتي محتاجة تشتغلي على نفسك؟ ليه فجأة قررتي تقعدي تدرسي سنين علشان تتعلمي حاجة معينة؟ يعني ايه عايزة تغيري كارير؟ يعني ايه عايزة تغيري تسيبي شغل وتروحي شغل تاني؟ احنا في مجتمعات عاطفية جدا، والسبورت والاحتواء اللي بنبقى عايزينه من الناس اللي حوالينا بيبقى ضروري جدا. فلما في أثناء خطوة التغيير، لما ما بنلاقيش الناس اللي حوالينا مديانا العزم والمساعدة سبورت، والسبورت، الدعم. بنبتدي ممكن نقلق ونرجع. ما بيكونش عندنا لسه، ما كوناش لسه الريزيلينس او عنصر المثابرة اللي يخليني افضل متمسكة بحلمي وبقرار التغيير ايا ما كان رأي الاخر من حواليا. لانه لازم نبقى عارفين ان عمر ما رأي الاخرين، الرحلة دي رحلتي انا، فمش دايما هلاقي معايا او حواليا ناس بتساعد ان انا امشي في الرحلة دي. واجهت طبعا لما جيت اقرر ان انا عايزة انقل من ان انا استاذه جامعيه اروح اشتغل في كوربريت مثلا. انت ايه اللي هتعمليه؟ والدتي كانت ساعتها ازاي وامتياز ومرتبه شرف وهتسيبي وهتروحي تشتغلي في شركه؟ وكان التغيير بالنسبه لي صعب لاني رحت اشتغل في شركه كبيره مالتي ناشونال. دخلتها وانا مش عارفه ازاي ايفن ساعتها اولع زرار الكمبيوتر، وكان لازم ابقى تستد في حاجات كتير من السكيلز بتاعتي. ده كان تغير كنت خايفه منه جدا وما كنتش فيه عليه زي ما انا دلوقتي. لما جيت انقل
لكارير شيفت، عديت بمراحل كتير قوي، وكان حتى جوزي ساعتها يقول لي انت لسه هتقعدي تذاكري دلوقتي؟ انت بلغتي من العمر 50. لما كان يلاقيني بحضر للكتاب اللي بطلعه وكده اهو، انت لسه قاعده هتذاكري دلوقتي؟ انت لسه قاعده هتعملي كذا كذا كذا. فاللي عايزه اقوله في الحته دي انه مش دايما هنلاقي مساعده او سبورت. ممكن يكون من اقرب الناس، ممكن ما يبقاش موجود، لان هم مش فاهمين رحلتي غير الرحله بتاعتهم، احلامي غير الاحلام بتاعتهم، تطلعاتي غير التطلعات بتاعتهم، هم مش في نفس المكان اللي انا فيه. لو سألتك يا جيجي إحساسك لما ماما قالتلك إزاي تعملي ده، إيه الصوت اللي جالك فجأة وحسيتي إن هو وقفك شوية؟ قادرة تفتكريه؟ لان هي سمعتي إيه؟ كوالدتي. هو ازاي انت ممكن تفهمي اكتر منها؟ هي اكيد فاهمه احسن منك، ازاي تعملي كده؟ بس اللي جه مقابل، الصوت المقابل اللي جه غطى على صوت والدتي ساعتها، مديري هو بيعمل لي الانترفيو. وجيت اقول له انا بعتذر، انا لازم ارجع اشتغل في كادر الجامعه في الاكاديميا يعني مره تانية. قال لي انت هتروحي تشتغلي استاذه في الجامعه، هتقبضي كام يعني؟ انت انت فكري 100 مره هنا. كنت ساعتها عايزه اعمل MBA كمان. فقال لي لا، انت هتشتغلي معانا واحنا اللي هنسبونسر الMBA، ومش هتندمي على القرار ده. وفعلا بس كان ساعتها انا بعمل الاحساس السكيورتي من ان ازاي بخالف والدتي في حاجه زي كده. ازاي هي اكيد اكتر مني، وانا ساعتها لسه كنت في العشرينات، لسه متخرجين 20 سنه. فاللي هو اكيد قراري ده، وطبعا مانيش فاهمه العواقب والكونسيكونسز بتاعه الموضوع ده. ما عندناش العلم اللي دلوقتي احنا فيه والخبره اللي احنا فيه، انه انا حره اختار اللي انا عايزاه، بس كمان في نفس الوقت انت عليا ان اتحمل الكونسيكونسز بتاعه اختياراتي. ف يعني وده اللي والدتي ساعتها قالت لي اوكي، انت اخترتي حاجه، عليكي ان تتحملي المشوار للاخر. فلازم نبقى فاهمين انه بس ده خروج بره الكومفورت زون. الحته اللي هي التقليديه، والحته اللي طبعا كان قبلها حاجات كتير بتدفع الواحد ان هو يبقى عايز يطلع من الحتة اللي يطلع من هو الحته مرتاح دي، فيها. عايز تغيير، شايف انه الاحلام، انا عندي احلام وحياتي دلوقتي مش مترجمه الاحلام اللي انا عايزاها. فلازم اخد خطوه. انا ما كنتش عارف ساعتها الخطوه دي ايه، بس اللي عايزه اقوله ان لما بيكون عندنا الاستعداد اني اخد خطوه، الخطوه اللي بعدها هتبان. احنا بس مشكلتنا ان احنا بنبقى عايزين نشوف الطريق كله قدامنا هيبقى عامل ازاي. والحقيقه اللي الواحد عايز يقوله دلوقتي ان لا، هو مش لازم، على فكره مش لازم ان انا ابقى شايفه الطريق. مع كل خطوه الواحد بياخدها ربنا بينور. الخطوه اللي بعدها بتبان and it gets revealed زي ما بنقول. ريهام، لو قلنا فاكرة موقف، حدث، إحساس معين جالك مع رحلة تغيير، حتى لو التغيير ده من وانتي عندك 7 سنين أو انتي يس دلوقتي؟ ده اللي انا عايزه اقوله بقى. مش هتكلم على التغيير الفظيع، احنا بنتكلم بقى دلوقتي عن واحنا صغيرين. انا شخصيا كنت متربيه التربيه المقفوله، فاللي هو انا اي حاجه اي خطوه بستيب بروح لها انا حاسه اني خايفه. اول حاجه بحسها خوف، مع ان كل الناس بتعمل نفس الحاجه، بس اللي هو لا. فدايما كان عندي احساس ان انا دي حاجه بتاعتي انا بقى، انا عايزه بوش. طب انا خايفه ليه؟ طب اجرب. طب انا خايفه ليه؟ اول شغل ابتديته كان عندي نفس الاحساس ده. خايفه ان انا اخش الشغل، خايفه ان انا اخش في كوميونتي، خايفه اخش انا هبقى هشتغل كويس مش هشتغل كويس. هنا بيجي بقى السلف توك والكلام ده كله. بس الفكره في الاخر ان الواحد بياخد الخطوه، واز لونج از ان الواحد عايز يعمل الحاجه فبياخد الخطوه. بعد كده دي الستبس البيزك بتاعتي. بعد كده بقى كانت اكبر ستيب بالنسبه لي ان انا اسيب الكوربريت لايف بعد 15 سنه. قعدت كتير قوي افكر طب هعمل ايه. التفكيرات دي كان فيها حاجات كتيره قوي، كان فيها الناس اللي حواليا هتقول ايه، طب انا الكارير بتاعي هيبقى ايه بعد كده، طب انا الفاينانشال الالتزامات بتاعتي الماديه هعمل فيها ايه. حاجات كتيره قوي طب بتيجي في الدماغ قبل فاكرة ما اخد خوف، الخطوه. فاكرة إحساس معين من الخوف في موقف معين هزك جامد؟ طبعا. تقدري تقوليلي الحاجه ايه؟ اللي خلتني اخد القرار
كان حصل لي مشاكل في الشغل، وجيت في لحظة كده حسيت ان انا لازم اخد القرار دلوقتي. المقاومة بقى اللي جاتلك كانت جايلك في انهي صورة ايه في فاكرة؟ صورة خوف خوف من ايه؟ خوف من اللي هيحصل بعد كده. انا ايه اللي خوف من هيحصل المجهول. معايا؟ خوف من المجهول، خوف من الجادجمنت بتاع الناس، خوف من ان انا ما اعرفش ابقى ناجحه في حاجه تانية بعد كده. مم. دي الحاجه اللي انا بقالي سنين شغاله فيها. مم. اعرف منين؟ خوف من المجهول. واحنا عندنا حته خوف من المجهول، لان زي ما جيجي قالت الكلمه دي، كلمه ان مش لازم نشوف الستبس كلها اللي جايه. انا مم. ممكن اشوف الستep واحده، بس مم. انا حتى ساعتها ما كنتش شايفه ستيب واحده. مم. يعني انا خدت القرار ده عشان اقعد اكتشف انا عايزه ايه، ودي كانت بدايه رحلتي في اكتشافي انا مين. مم. انا مين وعايزه ايه. يعني بسيب، طب هعمل ايه بعد كده؟ فابتديت الف وادور واعمل عشان افهم انا عايزه ايه. مم. بس اول حاجه بتيجي مع التغيير ريزيستنس. اول حاجه فعلا المقاومه، انا بقاوم، انا عايزه افضل في مكاني، انا مرتاحه في مكاني. اول حاجه بعد المقاومه الخوف، والخوف اقوى حاجه. وهنا بقى بحس قصه ان التغيير مقاومه الخوف ده الاساس. وده مش معناه ان مش لازم يبقى فيه خوف، لا، هو الخوف اساسي. شعور طبيعي. وان الخطوه اللي بعديها how we will grow، ازاي هنكبر ونتطور، هتبقى في الناحيه التانية من ناحيه الخوف. مم. وده اللي اكتشفته بعد كتير من مواقف حصلت. مم. لقيت نفسي ان كل حاجه بخاف منها اول ما امشي اواجهها، الناحيه التانية بلاقي ان انا لا، ده كان احسن ليا. مم. لا، ده انا ببقى شخص تاني، بستريتش، بتمط اقصى درجه عشان اطلع البوتنشال اللي جوايا. مم. انا ايه جوايا ممكن اعمله، ايه جوايا ممكن احققه. ودي نقطة مهمة قوي فعلا يا ريهام انت قلتيها، هي فكرة انك عمرك ما هتكبر او هتحس ان في تطور غير لما تعدي الايدج اللي انت فاكر او مخك فاكر ان دي اقصى حاجة ان عندك. ده الليميت بتاعك. فانت لازم تعمل حتة الاسترتش عشان توصل لمرحلة جديدة، لستيب جديدة. ايه ده في حاجة اكبر، يس. في حاجة اوسع على فكرة. ومن هنا بقى حسيت بعد ما بعدي بقى اول مره دي، فبرجع اقول لنفسي ايه ده، هو انا كنت خايفه كده ليه؟ مم. ودي كانت مهمه قوي بالنسبه لي اللي بعد كده. مم. هو انا كنت خايفه ليه؟ وتاني مره بتتوتري برضو بقى كده، ايه ده انا كنت خايفه ليه؟ بقى كده مع الوقت بيجيلك احساس بالريزيلينس بقى، احساس المرونه، مم. اللي هو انا خايفه بس انا هجرب عشان انا عايزه اتعلم، عشان انا عايزه اكبر. فيبتدي هنا بيجي كارج ومواجهه الحاجه اللي انت بتقابليها. مم. بس فدي حاجه انا عايزه اقول كل الناس بتعدي بده. ومش معنى ان احنا بنخاف ان دي حاجه وحشه، كلنا بنحس بالاحاسيس دي. الفكره ازاي نعمل ايه لما نحس الاحاسيس دي. مم. هقول لو انا هشارك معاكم برضو، لو هفتكر موقف انا حسيت فيه بمقاومة، يمكن الوقت اللي قررت فيه انا دخلت طريق اليوجا بالصدفة البحتة. يعني كنت حاسة في وقت من حياتي كنت عديت بتجربة كانت مؤلمة بالنسبة لي، فحصل لي اميون ديزيز من كتر الزعل. يعني كانت حاجة بالنسبة لي أنا مش مصدقة. يعني أنا لما اكتشفت ده على فكرة بعد 3 سنين ان ده حاجة بتيجي، ما لقيتش اي مبرر. قالوا لي الاسباب كلها انا ما حصلتليش، بس من الاسباب القوية اللي لقيتها ان الزعل قوي قوي، فجهازك المناعي بينزل فيبتدي يحصل لك اتاك. فجالي في ده، فحضرت يوجا سيشن مع one of my teachers انا بحبها جدا، مريم صبحي. ولما حضرت الكلاس خرجت منه بعيط. كنتش فاهمه هو انا بعيط ليه يا جماعه، انا رايحه اصلا انبسط انا رايحه افك كده وافرفش. ساعتها جالي الخبطه، فبديت اقرا كتير عن الفلسفه بتاعه اليوجا، ازاي جسمي بيبقى مخزن، جهازي العصبي، كل الكلام ده. فقلت انا هاخد كورس علشان الكورس ده يساعدني. انا عندي اصابه كبيره قوي في عمودي الفقري، مركبه شرايح ومسامير. فكان بالنسبه لي انا هاخد الكورس ده على فكره علشان احافظ على نفسي، ابقى صحيه اكتر. لاني فاكره زمان لما عملت العمليه كان بيتقالي انت ممكن ما تخلفيش، ممكن من الوزن بتاع البيبي ظهرك عمودك ما الفقري ما يستحملوش. او يستحملوش. ممكن ما تعوميش، او ممكن ما تركبيش خيل. على فكره انا عملت كل حاجه، عمت وركبت الخيل الحمد لله. وقفزت من كل الجبال يعني. فلما جيت قلت اعمل يوجا كان في مقاومه رهيبه داخليه. اولا خايفه افشل،
جدا، لان موضوع النجاح عندي اكتشفت ان هو من الحاجات اللي الايجو مسيطر فيها عليا. انجحي، اظهري، بيني، اتعرفي. كنت خايفة جدا من الفشل، وكنت خايفة ازاي هو انت هتشتغلي يوجا ازاي تيتشر وكل الحركات الأفعوانية اللي بتحصل، انت عندك كونديشن إصابة. مخليكي مش هتعرفي تعملي الباك بند الرهيب. فقلت لا، انا هدرس عشان اتعلم. سبحان الله الطريق مشي بالصدفة، اني قعدت مرة مع اصحابي اتكلمت، بس كان في دايما صوت بيقول لي هو انت هتقدري، هو انت بجد تعرفي تعملي ده؟ على فكرة انت في احسن منك 100 مرة، وانت يعني ايه الاضافة اللي هتضيفيها؟ وده انا فاكرة نفس الصوت اللي سمعته لما جينا نقرر نعمل هنا البودكاست. إيه يعني انت عندك ايه يعني ايه مدى علمك ورحلتك كده؟ قلت انت ليه بتشككي في نفسك؟ ما تجربي. وسبحان الله ربنا اول ما قلت هي جاتلك، انت ما ساعدتليش ليها، كان في فلو. فقلت سيبي نفسك وسلمي. يعني انت في كلمة مهمة قوي اللي هو surrender، انك افتح ايدي وافتح قلبي لاشوف ربنا بعت لي ايه من دروس، في هيئة حاجات صعبة، في هيئة حاجات حلوة، بس هي علشان تخليني ابقى احسن. فالصوت كان صوت خوف، وطبعا صوت المجتمع اللي حواليا، ايه ده ايه اليوجا دي؟ جايه من بيت ماما استاذ دكتور في الجامعه الطب في كليه الطب، وبابا مهندس معرفش ايه، فبالنسبه لهم يعني هتعملي يعني هتشتغلي يعني هتاخدي فلوس كام؟ لا يعني هو بالظبط. يعني مش هو ده التارجت، بس كان احساس وعملته. طيب هسألكوا سؤال تاني لطيف. لو انتي رجع بيكي الزمن لورا في موقف معين، وحد دلوقتي بيسمعك يا جيجي وبيمر باكسبيرينس من المقاومة، بيطلع من الكومفورت زون وخايف جدا ومرعوب، ممكن تقولي له ايه تip تساعده او تبين له الطريق؟ أنا عايزة روما في الحتة دي أشرح بس حتة الساينس برين في الحتة مهم من Please. منطلق إنه إحنا البودكاست بيقول من أنا. إحنا ما نقدرش نواجه حاجة ما إحناش أوير بيها. يعني ما أقدرش أواجه مشكلة لو أنا المشكلة دي مش عارفة تفاصيلها. جزء كبير قوي من معاناة ناس كتيرة في التغيير وانها تخرج بره الكونفرنس زون انها مش قادرة تفهم الديزاين بتاعنا ايه. زي ما بنجيب تليفون جديد ونقرا المانيوال بتاعه، هو ضروري لازم نبقى فاهمين مخنا بيشتغل ازاي وليه متحاشين عن ان احنا ناخد قرارات انا عارفه انها مصيريه، وعارفه ان انا محتاجه اخد القرار ده، محتاجه امشي من علاقه مش ماشيه مظبوط، محتاجه ادور على شغل، محتاجه اغير انقل من مكان لمكان، محتاجه اخد كورس معين. ليه الريزيستنس دي بتيجي؟ ليها scientific explanation. المخ بتاعنا لما رب العالمين خلقه، هو خلقه ديزايند علشان البروتكشن بتاعنا كنوع من الامان. عشان في حاجات المفروض بنعملها زي انك تعدي الشارع وتبصي يمين وشمال عشان ما تتخبطيش، عشان يبقى عندك اوتوماتيكلي ان انت عارفه تنزلي تربطي رباط الشوز بتاعك. فالمخ بتاعنا ديزاين اتخلق عشان يبروتكت اس، عشان يحمينا، علشان الانرجي كلها بتاعت البرين معموله انها تحمي البني ادم من ان ينط عليه دبه، ينط عليه تايجر، الكلام ده كله من اول الخليقه. وبالتالي اي حاجه خارج الغير مألوف اللي المخ اتعود انها سيفتي او سكيورتي، هي امان ليكي، سكيري هتبقى بالنسبه لمخنا تهديد. طبعا. وبالتالي هيعمل، والمخ شاطر جدا يطلع كل اعذار الاسباب منطقيه جدا وجميله جدا Makes ان sense. انت صح. ما تاخديش خطوه انت محتاجه تاخديها في حياتك. خليكي بالنسبه في له مكانك. كاوبريتنج سيستم انت بتاخدي قرار ضد انا مخلوق عشان احميكي. انت رايحه تعملي ايه؟ تاخدي قرار ايه؟ عشان كده بنقول هو ضروري ناخد خطوه ليه وناخد اكشن ليه مهما كان صغير، عشان انا كده ببلغ دماغي وبقول للبرين والبروتكشن بارت بتاعي لا I am safe، انا في امان ما تقلقش.
انا هاخد الخطوه دي، وحتى لو بلاش بروجكت ان هتحصل فيها مشاكل دلوقتي، ابتدي بالخطوه الصغيره وابتدي اقول ايه، اوكي انا هاخد الخطوه دي. بص I am safe. كل ما هناخد خطوه، عشان كده بنقول كل ما بناخد خطوه في اتجاه اللي احنا عايزينه، خطر جدا ان انا اروح عامله تشينج كبير قوي. من 0 ل يعني 100. ده الليب يس دي فيها لا انصح بيها، مم. وهي مش صح، وبتعمل مشاكل تانية كتير وبتباك فاير. مم. وممكن ساعتها البني آدم لو مشي خطوتين يرجع 20 خطوة لورا. مم. فأنا التip بتاعتي لما نفهم إن دماغنا إنه ده طبيعي إن أنا أبقى دايما ببص صمام الأمان بتاعي فين، بس كمان اللي مش طبيعي إنه أنا أفضل ماشية في السكة وأنا عارفة إن كل الأعذار اللي بديها لنفسي هي أعذار أصبحت وهي حتى أنا مش مقتنعة بيها. ان انا بحلم بحياة غير الحياة اللي انا فيها، وانا مش بجري ورا احلامي دي. ان انا بسمع لكل حد واي حد الا نفسي وذاتي واللي انا عايزة اعمله. ليه اعيش الحياة دي؟ مم. سنة الكون، واحنا جزء من الكون ومن نيتشر، التغيير. مم. الشجرة مش بتعيط لما ورقها بيقع في الشتاء او في الخريف، هي واثقة وعارفة ان هتطلع تاني. هي شجرة زي ما هي حلوة، وانه هيطلع مرة تانية. فدي التip اللي عايزه اقولها، لما نفهم مخنا بيشتغل ازاي، اوكي اقول بقى ساعتها انه ايه، طيب اوكي انا متفهمة ان انا قلقانة دلوقتي من اللي بيحصل ومن القرار اللي انا هعمله، بس كمان ابتدي اخد خطوة واقول ايه هيبان في اللي جاي. فده ضروري نبقى فاهمين الساينس هنا بيقول ايه، لان هو مش منفصل. العلم هنا مش منفصل، بقى بيشرح دلوقتي ليه احنا بنحس بالريزيستنس دي، مم. لانها مش امان مش امان. بالنسبة لدماغي، ما مخ جربتهاش قبل كده. مخي مش قادر يحطها في بوكس. هي مخنا بيحط كل حاجة جوه بوكس، فبالنسبة له لما تبقى حاجة جديدة جاية في المستقبل، هي ملهاش عندي بوكس قديم احط فيه المعلومة، فبالنسبة له احطها فين؟ لا ده تهديد. ستيب باك. فخليكي بقى زي ما انت، ارجعي مكانك. رجعي خليكي مكانك في بقى الكومفورت وخليك زون زي ما بتاعتك، انت على الكنبة بتاعتك. بالظبط كده. مديرك تعبك ومش مبسوطه ومش مرتاحه، لا خليكي في الشغلانه اللي اعرفه احسن من من اللي اللي ما معرفوش. اعرفوش. خوف من الفيلر، ما انا جربت قبل كده وما نجحتش، ايه اللي يخلي المره دي انجح؟ لازم نبقى متاكدين ان يس دي حقيقة. ريهام، لو سألتك عايزة تقولي تip للناس، حاجة لو كنتي عارفاها أو حابة تفيدي بيها حد زمان، كنتي ممكن تقولي لهم ايه؟ كنت هقول ان الواحد لازم يقعد مع نفسه، يرفلكت مع نفسه، لان في الاخر كل الحاجات دي جوه المخ، جوه الدماغ، عمالين مين هيقول ايه، مين هيعمل ايه، انا هعمل ايه، الكلام ده. بس لما بتقعدي مع نفسك، ودي كانت طريقتي بقى في ان انا ما ابتديت اليوجا. انا لازم امنشن اليوجا في ان هي كانت ستيب كبيره قوي علمتني ده، ان اليوجا بتخليكي تركزي في اللحظه اللي انت فيها، البريزنس، في البريزنت مومنت. فانت دلوقتي جسمك ومخك مع بعض، بتركزي في اللي انت بتعمليه، فده بيريح المخ، بيخليكي بتركزي على حركتك، فالمخ بيرتاح. سبيشالي كمان البريذنج، التنفس، بيخليكي تهدي وتركزي، تعرفي تفوكس اكتر. فده بيخليكي واحده واحده بتخليكي تعرفي نفسك. فدي كانت من الحاجات اللي فرقت معايا جدا، واللي اي ريكومند ان الناس تبتدي تعملها. اليوجا مش بس حركات، اليوجا مش بس ان انا عايزه اعمل اكسرسايز، اليوجا ان انت التنفس حتى، احنا ما تعلمناش نتنفس صح. ان في حاجات هلينك كل اللي احنا بنقوله ده بالاكتيفيتي اللي ممكن الواحد يعمله. و very simple activities، ان البريدنج لو اتنفست 5 counts inhale و10 counts exhale، ده بيقلل الستريس، بيقلل النيرفس سيستم، بيهدى، فبيبتدي يريجوليت النيرفس سيستم، فبعرف المخ يشتغل بشكل تاني. فانا بديسكونكت من الفكر اللي انا فيه ده، وبرجع لجسمي وبرجع افكر بشكل تاني. وده فرق معايا في البراكتس بتاعي. من الحاجات زي ما انتي قلتي في اليوجا فرقت معايا، ان انا وانا بتمرن ايه ده، انا مش هعرف اعمل الحاجات دي، المخ شغال، ايه ده، لا دي الحاجات دي صعبة عليا، انا كان عندي انجري برضو، مش هيبقى صعب عليا ان انا اعمل الكلام ده. فلا، هي مش لازم اقول ان انا اعمل دلوقتي. زي ما انتي بتقولي، في ستيبس، مش بنبص على السلم اخر السلم هنوصل له. لازم نحط في دماغنا ان احنا كل خطوة، كل ستيب بنعملها بتغير فينا، كل ستيب بنعملها بنستفيد منها. فبترجعي تريكونسيدر الكلام ده لما التشينج بيخلص، تقولي ايه ده، طب ما انا عرفت اعمل الكلام ده، بس عملته امتى؟ لما كنت compassionate مع نفسي، انا بالراحة على نفسي، وفي نفس الوقت بعمل كل خطوة وانا مركزة فيها، وبعمل كل خطوة وانا
ناسيه او مش عامله لينك بقصه الليميتيشنز اللي عندي، فببتدي اموف فورورد. فانا شايفه ان اي حد، نصيحتي ان كل حد يفكر ان التشينج ده او التغيير ده ليه خطوات. هو مش زرار بدوس عليه فانا اتغيرت، لا، ليه خطوات. افهم نفسي، اعرف انا عايزه ايه، ابتدي اجرب، ابتدي استمر في الحاجه اللي انا بجربها، ويبقى عندي patience، يعني صبر على نفسي قبل ما يبقى صبر على اي حاجه تانية. صبر على نفسي ان انا هوصل اللي انا عايزاه بالوقت وبالمجهود، وبان انا دايما افكر نفسي ان انا هبقى هوصل لحاجه كويسه. هي دي الفكره، دي الحاجه اللي انا بنصح الناس بيها بمنتهى السلاسه. بلاش ناخد التشينج ان هي عافيه، وان هي زي ما جيجي قال دي طبيعه الحياه. فدي طبيعي ان احنا كلنا نعدي بالكلام ده. عايزة أزود حاجة مهمة في، يعني in addition للي انت كنت بتتكلمي عليه، انه هل السؤال مهم قوي، هل أنا واثقة ومتمسكة بأحلامي واللي عايزة أعمله مهما طال الوقت ولا لأ؟ يعني would I still الواحد يفضل ورا حلمه إلى أن يتحقق، ولا عند أول ناصية هلف وارجع واقول لا 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 انا مش قادره، لا 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 انا الموضوع اكبر من ان انا اعمله، لا انا هرجع تاني للي كنت فيه. وده ضروري ان يا جماعه البيئه المحيطه، ما ينفعش ابقى حد عايز ابقى صاحب اعمال ورياده اعمال وقاعد وسط ناس مش ناجحين ومش فاهمين ماني مايند سيت او مش فاهمين كيفيه اداره مشروعات واعمال. ما ينفعش ابقى حد بيجري ورا ايا مكان الحلم ويكون المحيط اللي حواليا. ولازم نبقى اوكي ان نبقى فاهمين ان في الرحله دي ورحله البحث عن الذات ورحله ان احنا نتغير، هيقع مننا ناس وهيقع مننا اصحاب وهيقع مننا في السكه ناس مش حابه اللي احنا بنعمله، ولازم نبقى اوكي بده. يس. يعني ممكن لازم اضيف نحس انه حاجه في احنا الحته دي يا تمام. جيجي. يس. قصه الدريم دي، انا على فكره ممكن ابقى بتغير وانا لسه مش عارفه الدريم بتاعي. ده ستراجل يعني. ما اختلف شويه معاكي في الحته دي. انا لسه لا، عشان انا ناحيه اكتشاف، انا بكتشف نفسي، فانا لسه مش عارفه الديستنيشن كلير قدامي، بس انا عارفه ان لازم في الخطوه دي انا عايزه اتغير في الحته دي. يبقى and انت then عندك هدف. بيبتدي يبان انا الهدف ايه الأكبر. الستبس بقى اللي هتوديني للي بعده. ده اللي انا عايزه اقوله يا جيجي في قصه انا ديسيبليند لفكره ان انا عايزه اتغير في البوينت دي، بس هوصل لايه ده بيجي بالستبس. ده علشان الناس تبقى فاهمه ان الدنيا ما بتبقاش الوردي اللي هو انا حاطه حلم قدامي فانا لازم هوصل له. ده سيناريو بيحصل مع ناس كتير اكيد، بس في ناس تانية ممكن ما يبقاش عندها سيناريو بالشكل ده. بتبقى الرؤية مش بتبقى الرؤية واضحة، مش واضحة ضبابية لسه، جدا وثرو اوت الجيرني على بتبتدي فكرة هي تظهر واحدة في بواحدة. معظم الأحيان هي بتبقى مش رؤية رؤية ضبابية. واضحة. لو بالظبط. كانت واضحة كان البني آدم خدها من الأول على طول. ده بياخدني يا جيجي لما كنت بتقولي على مخنا بيشتغل ازاي. لما بتقولي انا واحنا ماشيين في الطريق هنتكعبل، خلي بالكوا بقى من الصوت اللي مخنا هيقوله. شفتي؟ مش انا قلتلك؟ مش انا قلتلك ان الحته دي هي الحته الصح؟ وبس كمان مش صوتك ده، صوت بقى ماما وبابا واصحابي وعم محمد البواب كلهم هيقولوا شفتي؟ انت عامله كل حاجه غلط في حياتك. هقول حاجه اخيره للناس، من الحاجات اللي علمت معايا قوي قوي في رحله التغيير وفتره المقاومه دي، فهمتها يمكن في مواقف حصلت لي من 5 سنين النهارده بس بالصدفه. بقرا حاجات كتير، بسمع ساعات بودكاست وكده. احنا في مرحله، في حداد، في جريف. انت بتودع جزء من شخصيتك، جزء من فيرجن انت متعود عليه طول حياتك، وغيرك كمان كان متعود عليه طول حياته. ففي مرحلة من الحزن والفقد. حتى الفقد مش معناها بفقد شخص، لا، ده انا بفقد حتة مني كنت عارف جدا فيها نفسي، عارف حدودي، عارف اركاني عاملة ازاي، وفجأة الحتة دي كلها بتتقطع قدامي وبتتهد وبتقع، وبقول لها كمان ساعات باي باي. ومش بس انا اللي بقول لنفسي باي باي، الفيرجن القديم بتاعي ده انا كمان في فير من نسخة مني جديدة انا معرفش عنها حاجة، ومش عارفة هي هتبقى قد ايه مناسبة معايا، وطبعا مناسبة مع الناس اللي انا بحبهم وهم فارقين معايا. هقول لكم الخوف ده شعور طبيعي جدا تحسوا بيه. المقاومة ده شعور موجود طول الوقت، عمره ما بينتهي وعمره
ما بيخلص، وكل ما بنتطور بياخد أشكال مختلفة. زي ما جيجي قالت راقبوا مخكم والصوت اللي بيقول لكم جواه، امشي اقف كمل. زي ما ريهام قالت مش لازم ابقى عارفة الرؤية فين والاند فين والحلم فين، لا ممكن امشي خطوة خطوة، وكل خطوة ربنا هينور لي وهيكشف لي. خلي عندكم طبطبة ورحمة على نفسكم، واعرفوا ان الطريق مش سهل والتغيير مش سهل، بس اهم حاجة ابقى عارف ان ربنا حاططني في المكان الصح في الوقت الصح. هقول دعاء كانت دايما ماما بتقوله لي من وانا صغيرة، وحاليا بجد قبل ما اصور الحلقة دي كنت عمالة اقوله: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني تفقه قولي. اشوفكم على خير.